لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم، وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم، فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. أحييكم بتحية إسلامية، تحية مباركة، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن إذنك الأسمى، فهم سفن النجاة حمانا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو خالق كل العالم. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، وهو أخيار الأنام. أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات الأعزاء، نخص منهم بذكر مدير معهد أطال الله أمره في صحة ولطف وعافية، ويبارك فيه ويسهل له في أرزاقه ويغفر له. وكذلك بذكر مجلس التحكيم الذين عادلوا في تقييمنا. يشرفني أن أقوم أمام في هذه الشاشة لألقي كلمتان أو الكلمتين تحت الموضوع نهضة الإندونيسية بلدة طيبة آمنة وربا غفورا. إخوتي الكرام، في هذه المناسبة السعيدة أريد أن ألقي إليكم أشياء بإمكاننا أن نطبقها لإقامة الإندونيسية بلدة طيبة آمنة وربا غفورا. أولا، الرجوع إلى الله تعالى بإقامة ما أوجبه الله إلينا، سواء أكان أمرا فرديا أم أمرا حكوميا، كما أوضحه الله تعالى في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هيا بنا نعزز أنفسنا بتقوى الله والإيمان به. وكذلك إن ممارسة دولة الشريعة هي إحدى الجهود المبذولة لمنع البلايات والكوارث والمصائب. فهل تذكر في عام 2004 أن تسونامي دمرت الآشي التي أدت إلى مقتل كبير، وهذه كلها بما كسبت أيدي الناس، كما قال الله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثانيا، الاهتمام بالعلم وخاصة العلم الشرعي. والحمد لله عندنا في بلادنا الإندونيسية معاهد كثيرة والمدارس الشرعية متوفرة في كل مكان، والباقي علينا تسليم أولادنا إلى المعاهد أو المدارس لتربيتهم وازدهار مستقبلهم. لأن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. ثالثا، اجعل نفسك تستحق أن تكون نموذجا جيدا وأسوة حسنة لمن حولك. ونطبعا أن ذلك شيئا صعبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ذلك. والرابع، تأسيس الاتحاد بين المجتمعين، وخاصة بين هؤلاء الأمراء والعلماء، وهذا شيء مهم جدا، فاتحادهم أساس نجاح البلاد، كما يقول العرب: الاتحاد أساس نجاح البلاد. وفي الختام، هيا بنا نبدأ من أنفسنا شخصيا، ثم أسرتنا، ثم مجتمعنا. هيا بنا نبتعد عن المخدرات والمسكرات.
هيا بنا نسلك سبل النجاة كما علمنا سيد المصطفى. هيا بنا نتحد ونمسك بأيدينا بعضنا بعضا في تنحيد بلادنا حتى تصير بلدة طيبة وربا غفورا. اللهم احفظ بلادنا الإندونيسية من جميع البلايا واجعلها بلدة طيبة آمنة وربا غفورا. ربما هذا ما ألقي أمامكم في هذه الفرصة، وإذا وجدتم مني خطأ فأطلب العفو منكم والمسامحة، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. شكرا على حسن اهتمامكم، والله الموافق إلى أقوام الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.